مساء الفل يا ست الكل. النهارده هقول لكم على فكرة لغسالات الأطباق للناس اللي بتلاقي رواسب على الكوبايات، رواسب على الأطباق من فوق. أحيانا بتلاقي حبيبات كده زي الرمل. الصدى اللي بيدخل للغسالة مثلا، نقط كده. اقول لكم على فكرة تعملوها هتكون افضل بكتير، بالنسبة كمان بخصوص كمان اللي عندهم عسر مية او اللي عندهم المية الملح بيخلص بسرعة لان عندهم كمية املاح في المية. ده اسلم حل ان انت تركبي فلتر قبل ما ادخل الغسالة. مش الفلتر الصغير اللي بتروح اللي بيجي مع الغسالة، احيانا بيكون فلتر صغير كده، لا، فلتر زي الفلتر ده. الفلتر ده بيكون مرحلة واحدة بس، تجيبوه من الفتحتين، فتحة يمين وشمال تكون فتحة كبيرة، تلات ارباع بوصة. طبعا المكان اللي هتروح تشتروه منه هتقولوا له عايزين الفتحة يمين وشمال تلات ارباع، لان انتوا مش هتركبوا فيها حنفية، انتوا هتركبوا فيها الخرطوم بتاع الغسالة. بيكون تلات ارباع يمين وتلات ارباع شمال، الفتحة يمين وشمال زي الصورة كده زي ما انتوا شايفينها. بتركبوها بيكون على المدخل ده، يعني دي الحنفية بتبقى منها تلات ارباع ودي تلات ارباع. انتوا هنا ده هنفك ده وهنركب الفلتر مثلا على الحيطة هنا فوق او تحت الرخامة بتاعت الحوض، مفيش مشكلة. بتاخد وصلة من الحنفية لمدخل الفلتر، وبعد كده الفلتر الناحية التانية بتركبي فيه الخرطوم ده. يبقى المية قبل ما تدخل الغسالة بتعدي الأول على الفلتر تتنضف، وبعدين تخش غسالة الأطباق تدخل المية نظيفة. وكل فترة لما شمعة الفلتر تصفر أو لونها يغير تغيريها. الشمعة رخيصة، بتغير الشمعة، فكده تضمني إن المية داخلة نظيفة، ما فيهاش رمل، ما فيها يعني نسبة الأملاح هتقل وهتبقى نظيفة. كمان هتحافظ على عمر أكبر لغسالة الأطباق عندك يا ست الكل، وهتبقى ضامنة مليون في المية إن مفيش رواسب هتجيلك من المخرج بتاع المية من بره. لو عجبك الفيديو لايك وشير قناتي على اليوتيوب عصائر ميخ.